من فضلك. الراجل اللي بجد لما زوجته تحكي له كل حاجه هو راجل، اسمعها وخليك صديقها. لان انت لو لومتها على كل حاجه بتحكيها هي مش هتحكي، وانا ساعتها مش هعرف الومها واقول لها ما بتحكيش ليه، اصله بيزعق، اصل هيتخانق، اصل هيمد ايده، اصل لا ما تحكيش طبعا. هو انا هجيب لنفسي النكد؟ عشان كده دايما بقول ان من سر نجاح العلاقات الزوجيه الاتنين يبقوا صحاب. صحاب احكوا وتناقشوا، واذا كانت هي غلطت في الحاجه دي علق لها عليها، وكمان طريقه التعليق تفكر فيها هعلق لها عليها ازاي. يعني حبيبتي بذمتك، في انا بغير عليكي، انا مش متقبل ده طبعا، انا يعني موقف ده ضايقني، وانت عارفه ان انا بسمع كلامك على طول فمش عايزك تكرريه تاني، خلصت. مش ازاي عملتي كده. ما ينفعش اعايرها على اللي هي حكيته بعدين، ما تبقاش راجل، ما تبقاش راجل قولا واحدا. الراجل راجل بتصرفاته. ما ينفعش هي تحكي لي على حاجه هي عملتها، انا عملت كذا كذا كذا،